بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل مع سيوفان الناسك الجزء الأول من كتاب المحاربات الروحية، ويقول صحيح الحرب جاية ومفيش إنسان ماشي مع ربنا مش هيحارب. واتفقنا إن اللي بيحاربوا الإنسان 3 حاجات: الجسد والعالم والشيطان. لكن في حاجة اسمها الوقاية. الوقاية دي اللي هنتكلم عنها النهاردة. يعني ايه الوقاية؟ الوقاية تغني كتير قوي او تقلل كتير قوي من هجمات العدو على اولاد ربنا. فيقول على حاجتين في الوقاية. الطريقة الاولى عدم تجربة شيء جديد مش نافع. الالحاح ان انا اجرب حاجة مش هتبنيني ممكن يخلي الحاجة دي تتسلط عليا او ادمنها مع الوقت. طيب ليه اجرب حاجة انا في غنى عنها؟ فالانسان بيدخل نفسه في حروب كتيرة قوي تحت بند عاوز اجرب. الحقيقة مش كل حاجة الانسان الروحي يجربها. ايه لازمتها؟ هتفيدني ايه؟ هتوصلني لايه؟ لان في آية بتقول ان كل الاشياء تحل ولكن ليست كل الاشياء توافق وليست كل الاشياء تبني. وبالتالي اذا ما كانتش في حاجة توافق روح الله اللي جوايا اجربها ليه؟ نمرة 2 من طرق الوقاية الحلوة قوي: اهرب من اي حاجة انت ضعيف قدامها. الانسان لو عارف ان في حاجة هو ضعيف قدامها وبيحط عينيه عليها كتير، ارادته بتنحل من جواه، ومع الوقت الضغط عليه من نفسه انه يعملها بيعملها. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي سكر بس انا بحب الحلويات، فليه احط تورته قدامي؟ طب من باب اولى ما دخلش التورته بيتي واقول اصل انا بمتحن ارادتي، لان واقعيا ممكن ارادتي تضعف. علشان كده من الاول انا بهرب. لو كان ادم وحواء هربوا من الشيطان وما دخلوش معاه في نقاش ولا مساومة، عمرهم ما كانوا اشتهوا الثمرة ولا كانوا اكلوها. علشان كده لازم الواحد يخلي باله. حاجة تالتة بقى، نصيحة يقول فيها كده: لازم الواحد يفحص كل حاجة. هل الدافع وراها اشتياق لربنا ولا الدافع وراها هي حاجة هتوقعني؟ الكلام لسه ليه بقية بس وقتنا خلص، ونركز على حاجتين: نمرة 1 عدم التجربة، نمرة 2 اهرب وبسرعة. صباح الخير.